صاحب القصة بيحكي ويقول: أنا أحمد، عندي 24 سنة، لسه ما اتجوزتش وبعيش مع أمي وأبويا في الدور الأرضي من بيت عيلتنا. البيت كبير ومكون من 3 أدوار. أخويا الكبير متجوز وعايش في الدور التاني، أما أخويا التالت فمسافر من سنين. زمان كنت قاعد من غير شغل، يدوب أصحى أعدي يومي بأي شكل. أمي كانت بتحاول تساعدني على قد ما تقدر، كانت بتديني فلوس من ورا أبويا علشان أبويا دايما عصبي وبيشوف إني فاشل وبتخانق معاه على كل حاجة. مرات أخويا كانت بتنزل كل يوم تشوف طلبات أمي، تقعد شوية وتروح، لكن بدأت ألاحظ إنها بقت بتدور عليا في البيت، ولو ما لقيتنيش وشها يتغير وتبان عليها الزعل. وأمي تسألها: مالك يا بنتي، تعبانة؟ ترد تقول: لا يا ماما، ما نمتش كويس بس. أنا في الأول ما كنتش بفكر في أي حاجة غلط، بالعكس كنت بقول يمكن بتحب تهزر أو عايزة حد تتكلم معاه. بس كل مرة كانت بتتصرف بطريقة غريبة أكتر من اللي قبلها، نظراتها، كلامها، تعاملها بقت مش مريحة. مرة من المرات وأنا نايم صحيت على صوت خطوات ولقيتها واقفة عند باب أوضتي بتقولي: أنا بس كنت عايزة أتكلم معاكي شوية. قلت لها: لقيت روتين مش مناسب خالص. ماشي، تصبح على خير. عدت الأيام وبدأت أتهرب منها، بقيت ما بظهرش في البيت كتير وبستنى أتأكد إنها فوق في شقتها قبل ما أرجع. بس الوضع بقى يضايقني، فقررت أسيب البيت شوية ورحت عند أخويا الكبير اللي عايش في محافظة تانية. فضلت عنده شهر تقريبا وبدأت أنسى اللي حصل. بس في يوم أمي اتصلت بيا وقالت لي: ويانا تعبانة وعايزاك تيجي تشوفني. رجعت البيت وياريتني ما رجعت. أول ما وصلت استقبلتني أمي بحب واشتياق، بس أول ما دخلت لمحت مرات أخويا من فوق، عنيها ما كانتش بتفارقني. ابتسمت وقالت: نورت البيت، والله كان وحشني وجودك. كنت حذر جدا في كلامي معاه، بس اللي حصل بعد كده كان صدمة. تاني يوم بالليل بعد ما الكل نام لقيتها بتخبط على باب أوضتي. قلت لنفسي مش هفتح، دي نيتها مش كويسة، لكن فضلت تخبط وتقول: عايزة أكلمك ضروري، دقيقة بس. فتحت الباب وقلت لها بحزم: أنا مش مرتاح وبلاش تكملي في اللي بتعمليه ده، بس اسمعني، أنا محتاجة حد يسمعني حتى لو هتبعد عني بعد كده. ساعتها فهمت إنها مش سعيدة مع أخويا وإنها حاسة بالوحدة، بس ده مش مبرر لأي تصرف غلط. قلت لها: رينتربليت مش لازم تبوحيلي بحاجات زي دي، أنا أخو جوزك وأنا كده متحط في اختبار صعب، وبصراحة اللي حصل قبل كده خلاني أهرب من البيت، أنا مش قادر أتعامل مع الموقف. الموضوع فضل يتكرر لحد ما في يوم أخويا صحي قبل الفجر وكان رايح يصلي، سمع حركة في البيت، قرب من أوضتي، فتح الباب من غير ما ياخد باله وشافها جوه أوضتي بتكلمني بصوت واطي. انفجر، دخل وفضل يزعق ويقول: ايه اللي بيحصل هنا؟ ازاي يحصل كده في بيتي؟ كان موقف مهين ومؤلم وانا ما قدرتش ارد. حسيت بالذل والندم والخجل. جريت من البيت ومشيت على رجلي من غير ما اعرف انا رايح فين. رجعت تاني لاخويا الكبير بس ما قلتلوش اللي حصل. هو اكتفى انه يطبطب عليا ويقول لي: خد وقتك وبعدين احكي لي. المصيبة الأكبر إن مرات أخويا بدأت تتصل بيا بعد كام يوم وتقول لي: تعال نسيب الدنيا كلها ونعيش سوا، محدش هيحبك زيي. أنا ساعتها كنت في قمة الغضب، مش منها، من نفسي. أنا غلطت لما سبت الموضوع يتمادى، حتى لو ما عملتش حاجة بإيدي، سكوتي كان غلط. وللأسف خدني الغضب ووافقت نمشي سوا، بس بعدها كرهتها. كل لحظة معاها كنت حاسس إني بعيش غلط، إني بعت أخويا وضيعت ثقة أمي ومشواري في الحياة وقف. دلوقتي أنا قاعد لوحدي في مكان محدش يعرفني فيه. كل يوم بسأل نفسي: أرجع لأخويا ولا أختفي؟ هل لو رجعت هيغفر لي؟ أنا مش قادرة أكمل كده. أنا وقعت في لحظة ضعف وبستاهل أتحاسب، بس قلبي بيتقطع من الندم. بعد ما مشيت من البيت وسبت أهلي، سبت كل حاجة ورايا، اسمي، كرامتي، حتى شكلي قدام نفسي ما بقيتش أعرفه. كنت ماشي في الشوارع تايه، مش عارف أنا رايح فين ولا هرجع إمتى. قعدت في مكان صغير شبه أوضة يدوب بتلمني من البرد، وفضلت أفكر: هو أنا بقيت كده إزاي؟ إزاي واحد زيي كان عنده بيت وأهل وأمه كانت بتدعيله كل يوم، يوصل في يوم يهرب من الدنيا كلها بسبب غلطة؟ كنت بصحى من النوم مفزوع كل يوم، أشوف أخويا في الحلم وهو بيزعق وهو بيبصلي بصدمة، الصدمة اللي عمرها ما هتتمسح من عينه، وكل شوية رسالة منها. مرات أخويا كانت بتبعتلي تقولي: أنا هنا مستنياك، مش هسيبك، تعالى نبدأ من جديد. بس أنا جوه قلبي كنت بصرخ: ابعدي عني، انتي السبب في كل ده.
المصيبة إن الشيطان ساعات كان بيجي في ودني ويقولي ماشي خلاص كمل معاها، ما هو كله راح. بس قلبي التاني كان بيرد عليا لأ، لسه فاضل شوية كرامة، شوية ضمير، ارجع يا أحمد، ارجع صحح غلطك بدل ما تغرق أكتر. وفي يوم قررت أبعت رسالة لأخويا، رسالة طويلة قلتله فيها ياريت تسمعني، بس مش علشان تسامحني لأ، علشان تعرف الحقيقة. أنا غلطت وسكوتي كان غلط، ورد فعلي كان أضعف من إني أتحمله، بس أنا اتعلمت ودفعت تمن كبير. كل يوم بعيشه من غيركم هو عقاب من ربنا، وأنا قابل العقاب ده برضاي. مردش، بس بعد يومين لقيت رقم جديد بيرن. فتحت لقيت صوت أمي، صوتها مكسور، قالتلي بإم يا ابني، أخوك مش طايق الكلام عنك، بس أنا قلب الأم مش قادرة أنساك. تعالى تعالى شوفنا، تعالى رجع اللي باقي مننا. فضلت مكاني مش قادر أرد، دموعي نزلت وأنا ساكت. كنت محتاج الكلمة دي، محتاج أسمع إن في أمل حتى لو بسيط. روحت البلد وقلبي بيرجف. دخلت من باب البيت، كل حاجة كانت زي ما هي، بس اللي جوه قلبي كان اتغير. أول واحد شفته كان أبويا، مجالش ولا كلمة، بس بصلي بنظرة كلها خيبة أمل. أما أمي حضنتني وقالتلي رجوعك في حد ذاته كفاية، بس لازم تكمل رجوعك باعترافك وندمك ومحاولتك تصحح الغلط. لكن أخويا ما ظهرش أول يوم ولا تاني يوم، وبعد 3 أيام رجع من شغله، شافني واقف قدامه، ساب الشنطة ومسك فيا وقالي أنا كنت مستني اللحظة دي، مش علشان أضربك تاني، علشان أسمعك تقول إنك ندمان. قلتله مش بس ندمان، أنا مكسور ومتدمر ومش قادر أعيش من كتر العذاب اللي جوايا. أنا غلطت وسكت وضعفت، بس عمري ما كنت عايز أخونك أو أكون السبب في هدم بيتك. مسك دموعه بالعافية وقالي أنا لو ما كنتش بحبك كنت نسيتك، بس أنا قلبي مش عارف ينساك، وبكره اليوم اللي خلتني فيه أشك فيك. من وقتها بدأت أحاول أصحح اللي فات، قطعت كل تواصل بيني وبينها، غيرت رقمي وغيرت طريقة تفكيري. بقيت أصحى كل يوم أساعد أمي في البيت وأدور على شغل، واشتغلت في مغسلة قريبة من بيتنا. كنت كل يوم بشتغل من الصبح لحد آخر الليل، وكل يوم كنت بحط في دماغي هدف واحد، أرجع ثقة الناس اللي اتخذلت فيا. مرت شهور وأخويا ابتدى يتكلم معايا من تاني. أوقات كتير كنا نقعد سوا ونفتكر اللي حصل، مش علشان نندم، لكن علشان نعرف احنا تحولنا ازاي، والشيطان كان فين واحنا فين دلوقتي. ودلوقتي أنا بنصح أي حد بيسمع حكايتي، ما تستهونش بأي تصرف ممكن يبوظ حياتك كلها. ما تفرطش في حب أخوك، في حضن أمك، في احترامك لنفسك. وكل ما تلاقي نفسك داخل على غلط ارجع خطوة وافتكر أنا وصلت لإيه بسبب لحظة ضعف. اللي حصل ده خلاني أنضج وأفوق، بس كلفني كتير، بس أنا اخترت أكمل وأعيش صح. يمكن ربنا يغفر لي، ويمكن اللي بيحبوني يرجعوا يثقوا فيا تاني. لو كنتوا سمعتوا حكايتي للآخر فدي مش بس حكاية، دي جرس إنذار لأي شاب أو بنت بيسيبوا نفسهم للمشاعر في وقت ضعف، وبيسكتوا على التصرفات الغلط وبيمشوا ورا الشيطان. الصح إنك توقف الغلط من أوله، ما تسيبش حاجة صغيرة تكبر وتولع حياتك كلها. ودايما خليك فاكر إن ربنا شايف، وإن في ناس بتحبك ومستنينك ترجع لهم نضيف. أنا أحمد نفسي أرجع أعتذر وأبدأ من جديد، وإنتوا لو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا إيه؟ لو حسيت إنك تايه زيي أرجوك ما تستناش تغرق أكتر، خد خطوة، ارجع واعترف وابني نفسك من أول وجديد.